كوريا سنة 1951 بلد كانت يوما ما مليانة بالحياة، دلوقتي بقت رماد. المدن اتحرقت، الشوارع فاضية، والناس بتدور على أي صوت يسمعها على أمل إن الجحيم يخلص. لكن الحرب دي ما كانتش مجرد معركة بين جيوش، دي كانت اختبار الإنسانية للعالم كله. في قلب المعركة كان في جنرال أمريكي اسمه ماك آرثر، راجل مؤمن بنفسه لدرجة الجنون، شايف إن النصر ممكن يرجع لو أمريكا استخدمت السلاح النووي. لكن الرئيس الأمريكي ترومان وقف وقال كفاية، العالم شاف اللي حصل في اليابان، مش هنكرره تاني. الاختلاف بين الاتنين ما كانش بس عسكري، كان صراع بين الغرور والعقل، بين الطموح والخوف من تكرار الكارثة. ومع الوقت الغرور كسب صوته. ماك آرثر بدأ يهاجم قيادته علنا. في 11 إبريل 1951 اتشال من منصبه رسميا. الخبر وقع زي الصعقة على الجنود. البطل اللي كانوا بيهتفوا باسمه بقى مطرود، لكنه ساب وراه حرب لسه ما خلصتش.